لو رحتوا المغرب لازم تشتروا ده اجمد حاجه ممكن تشتروها في المغرب. القله بالقطران، ده القطران. شوفه اسمع، انت بتزعلني مو عشان تصوير والله. هذا حق، هذا حقك، هذا بزنس شغل. هذا بزنس بوحديته، انسانيه وحديته. نعم. بدي ذوق، ابي ذوق حبه. وهذا سوق الصباغين في مراكش. ما شاء الله، هذه السباقة طبعا الأنسجة والخيوط في مواد طبيعية بجميع الألوان، سواء القطن أو غيره. السلام عليكم. السلام عليكم الاخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما شفتوا معايا في المقدمه غادي نشوفوا هذا الاخ القطري هذا كيفاش يهضر على كرم المغاربه والتعامل ديال المغاربه معاه، وكذلك غادي نشوفوا هذه الاخت المصريه هذه اللي كتشارك المشتريات ديالها من المغرب، وكذلك غادي نشوفوا هذا الاخ هذا السعودي اللي تا هو تصور الصناعات التقليديه في المغرب. المهم اخوتي بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو ونتلاقوا في الاخير ان شاء الله. لو رحتوا المغرب لازم تشتروا ده اجمد حاجه ممكن تشتروها في المغرب. القله بالقطران، ده القطران. ما تبصوش الحاجه الابيض ده انا عملتها. القطران، ده القطران. تحطوا الميه جوه وتشربوا منها وريحته جامده. دي معموله من الطين الطبيعي باليد. القطران دي ماده سودة شبه الصمغ، يعملوها بالخشب. القطر ده قطران بيعملوها بالخشب لما يتسخن من غير ما يتحرق. القطران ده بيحافظ على الميه جوه من اي حاجه مسممه، حافظ من الميه من اي بكتيريا، وريحته تحفه. انا ادكت من الريحه دي، مش قادره. بحب القطران، قطران جميل. الفيرجن بتاعه كاس ميه، ده كمان معمول بالقطران طيني الطبيعي ده، جميل. واو. هوريكم الحاجات التانية اللي انا اشتريتها من المغرب ولازم انتم تشتروها لو تروحوا المغرب. اول حاجة العكار الفاسي، ده ليبستيك جاي من مدينة اسمها فاس في المغرب. اللون ده بيتعمل من 3 ورود. ايوه هو هنا في صباعي. واحد منهم هو القشر الرمان، وعشان نستخدمه نحط فيه شوية مية. هعمله قدامكم، انا عملتها قبل كده بس هعمله قدامكم. شوية نقطة مية، نقطة يا حنان. اوكي شايفينها؟ نقطة مية هنا. وبعدين ممكن تاخدوا برش، مش صباعكم، عشان لو صباعكم هيفضل كده. تحطوا منه شوية في صباعكم، تحطوا هنا اهو، تحطوا هنا. وده ناتشورال، حاجة طبيعية مغربية. شكلي زي كلاون دلوقتي. ما تحطوش كتير زي كده، لا شوية بس، ويفضل كده طول اليوم. ده العكار الفاسي. ما تحطوش زي يا جماعة، ده اوفر جدا اللي انا عملته. ويفضل كده في صباعكم، يعني انا مش هعرف اشيله ازاي بس. اوكي. تاني حاجة لازم تشتروها من المغرب املو. ده عبارة عن فيه لوز محمص، وفيه زيت ارجان، وفيه كمان هوني. بيقول ازاي هوني بالعربي؟ عسل. اوكي. كل ده في ده، وطعمه تحفة جدا. واخر حاجة اللي لازم تشتروها لو تمشوا المغرب هو الطاجين المغربي على حقه وطريقه. ها هو، عشان تطبخوا فيه كل الحاجات اللي انتم عاوزينها. وهيطلع جميل جدا جدا. وبصوا الشكل، انا جبته بايدين كده، ايد كده وهنا، عشان ممكن اشيله، بس انتي ممكن تشتروه من غير ايد. تحفه. اتمنى يكون عجبكم الحاجات دي، ويمكن يعني في يوم هتمشوا تشوفوا المغرب ان شاء الله وتزوروا المكان ده اللي هو تحفه جدا ما شاء الله. الملك عملوا مكان جميل جدا جدا. فلو انتم عاوزين انصحكم تمشوا وتشوفوا البلد ده، وهيعجبكم جدا جدا جدا. باي. شوفه اسمع، انت بتزعلني مو عشان تصوير والله. هذا حق، هذا حقك، هذا بزنس شغل. هذا بزنس بوحديته، انسانيه وحديته. نعم. بدي ذوق، ابي ذوق حبه.
احنا شوف انت في بلد الكرم. قلت له بذوق والله ونعم والله على راسي على راسي اهل المغرب. بس اسمع شيل الدبانه على الجوال. لا لا الحمد لله ما يبين ما يبين. يا اخي هاي اول تصوير وما يبيني ادفع وهو ما يعرف والله العظيم ما يعرف انا من وين ولا سالني ولا قلت له بذوق انه حبه واحده اعطاني صحن كامل قال لي ذوق ولا تتبع. اخويا والله العظيم ما ارجع لك مره ثانيه لا تزعلني تكفى كم عليه الصلاه والسلام. يا الله علشان بكمل عندكم ماشي عادي يا اخي. انا معاك بس انا الحين مش مرحبا مره شوف تذكر الله بالخير. انت الحين في عمل في بزنس هذا بزنس صح تجاره 10 مرات وابو زيرسك الدغدو وقنا مالك ماشي كلشي فلوس اصاحبي. صح الله يجزاك خير الله يرحم والديك اذا شي ما راح اكمل الفلوق انا. والله العظيم ماشي كلشي فلوس. جزاك الله خير. الحين شو اسوي؟ زين اسمع بروح برجع ان انا شخص ثاني وتشوف كم الحساب. زين كم السعر عشان الناس تعرف؟ كبيره 10 كبيره 20 وتوسط 14. بس هذه حقك والله ما ترجع والله خلاص ما ترجع. حلفت انا حلفت والله انا حلفت هذا حق العيال مو بلكن. شكرا لك جزاك الله خير. صافي زين الصحن هذا رجعه. لا لازم ارجعه. كان نكمل ليش فاضي كلته كله؟ لا القديم بس خلاص سكر تصوير. وهذا سوق الصباغين في مراكش ما شاء الله. هذه سباقة طبعا الأنسجة والخيوط في مواد طبيعية بجميع الألوان سواء القطن أو غيره. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا سي محمد شيخ الصباغين في مراكش. كيف العمل هنا؟ الحمد لله بخير الحمد لله. كيف شنو هذه المواد اللي تستخدمونها؟ هذه عبارة عن صباغة. ايه صباغة طبيعية. طبيعية من الأحجار ومن النباتات. من النباتات والأحجار. والأحجار ايه ما شاء الله. بنصبغوا الصوف ونصبغوا الصوف. وهنا ايش؟ هذا بنسميه طنجير. هذا تسميه طنجير. هذا الألوان التي تبغي الحرارة الحرارة بزاف. تحتاج حرارة. تحتاج حرارة. هذا مصنوع من الحجر الأحمر. اي نعم. ومن الجير ومن الملح. وهناك هذا ايه ممكن تدخل ممتع. ايه هذا هنا عواد. ايه عواد. لا خل ايه. لا انقع صورك. انا هذا انا بدي نسخن الماء. اوكي تمام. نسخن الماء موقد يعني. الالوان تبغي. وهذا الفرن. هذا تندير فيها تنشف لنا بحال العصاره. ايه هذا بنصبغوا فيه الصبره. ها بيدينا تصبغوا به الصبره بالالوان الطبيعيه حسب الكليان اش بغى. واش بغى المواد اللي هي تتسمى النباتات ومن الاحجار. تمام. الكليان تيبغيو الصباغه كيميائيه كذلك ولكن حتى هي ما كتبانش. هنا بدا نصبغوا. واحد هنا خوتي تيكون سالا الفيديو ديالنا كيف ما شفتوا تبارك الله المغاربه رجال وتيتهلاو في الضيوف ديالهم. مول البوبوسه تبارك الله راه مبغاش يتخلص منه في الاول. تحياتي ليه عطى صوره زوينه على المغاربه والمغرب بصفه عامه. وتحياتي حتى الاخ قطري حتى هو دار مع المزيان وما بغاش يدي داكشي فابور قال له والله تنخلصك ولا ما نوليش نشريها من عندك مره اخرى. المهم اخوتي الفيديو كان زوين صراحه. تحياتي للجميع اللي كانوا في هاد الفيديوهات هادو وتحياتي لكم حتى نتوما والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.